يوم من الأيام كان في شاب اسمه كريم. كريم كان شاب عادي، بيحب المغامرات وبيحب يستكشف الأماكن المهجورة. في يوم من الأيام سمع عن قبو قديم موجود في بيت مهجور في حتة نائية. الكل كان بيقول إنه القبو ده محطوط فيه سر كبير، لكن محدش كان قادر يقرب منه. كريم قرر إنه يروح القبو ده، جهز نفسه، أخد معاه كشاف وكمية من الشجاعة وطلع على البيت المهجور. البيت كان شكله مرعب، الشبابيك مكسرة والأبواب مخلعة والجو حواليه كان غريب. لكن كريم ما كانش خايف، كان متحمس. دخل البيت وبدأ يمشي في الأوض. كل خطوة كان صوتها بيخبط في قلبه لحد ما وصل للقبو. القبو كان مظلم وبارد وكأن في حاجة مش طبيعية. كريم شغل الكشاف وبدأ ينزل السلم. كل ما نزل كان بيحس برودة غريبة وكأن في عيون بتراقبه. وصل للقبو وبدأ يشوف المكان. كان مليان عفش قديم وصناديق متروكة، لكن كان في حاجة غريبة في الزاوية. حاجة كانت ملفوفة بغطاء قديم. كريم قرب منها وبدأ يفتح الغطاء. لما فتحه لقى تمثال غريب، شكله مرعب وعيونه كانت كأنها بتتبعك. فجأة سمع صوت غريب كأنه همسات. كريم اتجمد في مكانه وبدأ يحس بقلق. الهمسات كانت بتقول: اخرج اخرج. بل ما يجي، لكن كريم كان فضوليا وقرر إنه يفضل موجود. بدأ يحس إن المكان بيهتز وكأن في حاجة بتحصل. فجأة الأضواء انطفأت وكريم لقى نفسه في ظلام دامس. بدأ يصرخ لكن صوته كان بيضيع في الظلام. الهمسات زادت وكأنها بتقوله: ممنوع تدخل هنا. كريم حاول يطلع لكن السلم كان مكسور ومكانه كان ضيق. وبينما هو بيحاول يلاقي مخرج حس بشيء بيلمس كتفه. التفت بسرعة ولاقي نفسه قدام كائن غريب، شكله مش بشري. عيونه كانت متوهجة وابتسامته كانت مرعبة. الكائن قال له: انت مش المفروض تكون هنا. كريم حاول يهرب لكن الكائن أمسكه. في اللحظة دي كريم حس إنه مش قادر يتنفس وكأن الروح بتخرج منه. الكائن قال له: السر اللي هنا مش ليك ولا لأي حد، اخرج قبل ما تتعاقب. كريم قدر يحرر نفسه وجرى بسرعة لحد ما وصل للسلم، لكن السلم كان بيهتز وكأن المكان كله كان عايز يمسكه. طلع بسرعة وخرج من البيت المهجور وهو مش مصدق اللي حصل. لما وصل للشارع كان قلبه بيخفق وقرر إنه مش هيرجع تاني، لكن في قلبه كان عارف إنه السر اللي في القبو هيفضل موجود ومشدش هيعرفه غير الكائن اللي حرسه. ومن ساعتها كريم بقى يحذر كل اللي يعرفهم ويقول لهم: مفيش حد يجرؤ يدخل القبو اللي محطوط فيه سر كبير.